السلام عليكم. الفيديو النهارده معمول عشان حاجتين مهمين جدا. هنقولك النهارده او هقولك على اهم الكلمات اللي لازم تحفظيها لطفلك، هتساعده جدا جدا وهو بيقرا معاكي، بيعمل ريدنج يعني في الكتاب. تمام. عارفين طبعا الولاد دلوقتي من كي جي 1 عندهم منهج في فوكاب وبيعلمهم فيه على الليسننج والسبيكينج، وفي قطع كتير جدا للريدنج عشان يتدرب على ان هو يمارس اللغه. خلاص. فالكلمات دي مهمة قوي. طبعا في جرامر، في رولز لازم هيشتغل معاه كمان، عشان وانتي بتطبقي او هو بيطبق معاكي جرامر. الكلمات دي هتساعده جدا وتفك له خلط كبير قوي عنده لو احنا حفظناها للطفل بتاعنا بشكل كويس واحنا بنبدأ معاه. هقولك الكلمات دي في اخر الفيديو. ودلوقتي القسم التاني او الشق التاني بقى اللي احنا عاملينه عشان الفيديو، ان احنا اتفقنا المرة اللي فاتت في الفيديو الاخير اللي هو كنا بنرد فيه على هنحفظ الطفل بتاعنا او ولادنا كلمات انجليش ولا هنكتفي في الفونكس، وقلنا ليه لازم نحفظ، وحفظ الكلمات مهم ومش مضر زي ما سمعنا، وردينا على ده في الفيديو اللي فات، يا ريت نرجع له. وتكمله لدوت قلت لكم ان احنا هقدم لك شويه طرق بسيطه نساعد بيها الطفل بتاعنا. الفكره يا جماعه ان حفظ الانجليش بعد والله سهل مش صعب، حقيقي مش صعب، بس احنا بنبدا مع الطفل بشكل غلط. دي حاجه. وكتير جدا مننا كمامي مثلا او كتيتشر بتكون مخضوضه من ان ازاي الطفل هيحفظ كل كم الكلمات دي. هقدم لك شويه مفاتيح كده بسيطه وطرق هتعرفك ان حفظ الانجليش سهل جدا، لانه اغلبه تحسي عارفه عامل بيلف كده حوالين بعضه او بيكمل بعضه. فالحته دي عامله يعني بتسهل الموضوع، بس لما الطفل بتاعك يمشي وتبدأي معاه بدايه صح. يعني ايه بدايه صح؟ يعني مش كل تبدأي بقى معاه تديله زي الاول على كل ليتر 3 كلمات وننزل اعمده وايديه توجعه من كتر الكتابه واكتب اكتب. دي مش طريقه حفظ. ما تكرريش الكتابه كتير عشان ما يملش منك ويزهق ويحس بالألم مع ضغط الكتابه فيزهق من الحفظ. تمام. كفايه يتدرب على الرايتنج الكلمه 3 مرات وبعدين يعتمد بقى على ذاكرته وعلى انه يشوف الكلمه باكتر من مره. طيب ايه المفاتيح البسيطة اللي احنا هنقدمها عشان تساعدنا؟ ان احنا مثلا نستخدم فكرة المقاطع اللي شبه بعضها. في مثلا كده كلمات بتتكرر فيها كذا حرف ورا بعض ثابتين في كلمات كتير جدا وبتتكرر، فنستغل الحتة دي حلوة قوي. وكلمات هتقابلك مش كلمات غريبة عن منهجه. زي مثلا اشهر حاجة معانا اللي هو all، المقطع بتاع all، الاي دبل ال، الساوند هنا all. هتلاقي دي متكرر عليها كلمات كتير جدا موجودة عند الطفل من كي جي 1. زي مثلا كلمة ها all tall بول، كلمة موجودة معاه. هول اللي هي الصالة، مول، ها وول حائط. لو زودنا تو consonant letter هنا عندي زي small. فالمقطع حلو ولذيذ وكلماته كتير جدا. ففهمنا الفكرة اللي انا عايزة اوصلها. عدي بقى على الفكرة دي، طبعا مش هقدر اجيب لك كل الامثلة، هيبقى عايز وقت كبير قوي وكده. زي مثلا هديكي امثله بسيطه، عدي بقى على الفكره دي افكار كتير قوي. ها عندك مثلا هنا الساوند الصوت هنا ايت، ايت د، ايت ديت البلح، هيت يكره، ليت متاخر مثلا. وزي ما بقولك بقى عدي يعني في امثله كتير جدا لو اشتغلتي بالطريقه دي او جمعتي له وانتي ماشيه. زي مثلا هتلاقي ده اي جي اتش تي. الاي جي اتش تي دوت مقطع مشهور جدا وعنده كلمات كتير قوي هتقابلك. لو حطينا هنا بس كانسونانت وغيرناه زي مثلا ايه رايت، ها فايت، سايت، مايت، هتلاقي دايما وهتبقي حلتي له لغز ان هو ما يقابل كلمه كبيره فيها الايه، فيها الثلاث حروف دول او الاربعه غالبا بيتكرروا مع بعض، سهلتي عليه حفظها. فدي اول فكره. فكره تانية مثلا المقاطع اللي عندها اي ار، بتلاقي دايما الكلمه بصي نفس الكلمه ونفس النطق نفس الليترز يعني الحروف والترتيب ونفس النطق وبنزود عليها الاي ار. زي مثلا فارم هتقابله كلمه فارم مزرعه، لحد هنا كده فارم مزرعه. فارمر مزارع اللي هو الفلاح. بلاي يلعب، كلمه سهله وبناخدها في الاول وعارفينها. بلاير لاعب. تيتش يدرس او يعلم. طيب تيتشر مدرس. طيب عندي كمان حاجة برضو حاجة كده لذيذة، طريقة السيلابلز، المقاطع الصوتية. بس هنا كده معايا برضو بتسهل حاجات كتير جدا. بنقول ايه مثلا هنا كلمة مثلا زي كلمة شاربينر. شاربينر اللي هي البراية. تمام. بتبقى من الكلمات الطويلة وتلاقيها صعبة على الولاد. لو انتي حولتيها لسيلابلز مقاطع هتبقى سهلة جدا. ها بين وال، شاربينر، شاربينر. تمام كده يبقى شاربينر. زي برضو نفس الكلمة هنا كار، هو كلنا حافظين كار او اغلب الولاد يعني.
كار، وكلنا حافظين كمان بن من الكلمات المشهورة، كار وبن وتار يبقى كاربنتر، نجار. دي تعتبر من الكلمات الطويلة في كلمات الجوبس مثلا الوظائف. عايزين بقى نتفق ان انت لو انت بتأسسي الطفل على حاجة مهمة كمان قوي، بتشتغلي معاه يعني تأسيس في كشكول وكده، ما عندكيش كتاب او كده، يعني يفضل طبعا لو هو شغال من المنهج بتاعه. بس ساعات بنحب نزود او نديله حاجات ماشي معاك الطفل من بدري او كده، فبتشتغلي معاه في الكراسة. هو يفضل بقى في حفظ الكلمات افضل حاجة واسهل حاجة انه لازم تربطي له الفوكاب اللي بتقدميه له بصورة، لازم يشوف الصورة اللي تدل على المعنى. ما تديلوش كده كلمات مصمتة وتعتمدي على انه هو يحفظ بس، الموضوع اولا بيكون ممل وكمان صعب على طفل. فانت اسهل حاجه وافضل حاجه دايما تربطي الفوكاب او المصطلح اللي بتقدمه له او الوردز الكلمه بالصوره اللي بتدل عليها عشان توضحي له وتسهلي له الموضوع. طيب ايه هي بقى الكلمات اللي لازم نحفظها للطفل بتاعنا؟ تمام. وانتي بتشتغلي مع الطفل بتاعك جرامر بتبداي تاسيس بقى ليفل 2. تمام، خلصنا الليترز والساوندز ونبدا ليفل 2، فبنبدا تاسيس جرامر. فتبدا تقابله مشكله بقى ايه؟ الكلمات اللي بتتكرر زي دي كده، مثلا تبدا عنده كلمه ذا معنى ال، وعندي كلمه this اسم اشاره للقريب، they ضمير اهو معناهم ضمير جمع، عندي كمان those these their. كل بقى ما هو يتطرق او يكبر معاكي في المستوى بتبدا تتقابل كلمات متشابهه زي دي. وبالنسبه للاطفال عاوزه اقول لك في البدايه يعني في الاول هتلاقي الحاجات دي زي الغاز كده بتقابله، اولا بيكتبها مش عارف يكتبها غلط، اما بتقابله بقى وتيجي تعملي له ريدنج مش عارف اصلا يقراها مع انك ممكن تكوني وريتها له او ضربتيه عليها. فخروجا من الخلاف ده كله انك تحاولي كل الكلمات اللي بتقابله بتاعه الرولز القواعد انك تحفظيها له. دي طريقه حلوه بتساعده. حفظيه الضماير، يكتب شي اس اتش اي، حفظيه ذي يو، يكتب الكلمات دي. دي بتسهل عليه جدا بعد كده وهو بيطبق ويشتغل معاكي يعمل جمله او يعمل ريدنج، بتسهل الموضوع قوي. حفظيه بعد كده اما يعني يكبر شويه does doesn't، الحاجات دي مهمه قوي. ولمستها فعلا مع الولاد لما بيتدربوا على الكلمات زي ذا وذيس وذي ويخرجوا من الخلاف ده، بتسهل عليه بعد كده انه مخه بقى فاضي مش قابل الكلمه تخض بيها. فهو طفل برضو عمال ايه الكلمه دي. تمام. طبعا حروف بقى هنا ايه فيها دايجرافز وحروف مركبه او اصوات مركبه. تو كانسل تدينا اصوات تانية وهنا تبقى معناها او الصوت بتاعها تي اتش، يعني بتديني هنا وهنا بتديني ذ. فعشان يخرج من الخلاف ده كله حفظيه الكلمات اللي زي بقولك عليها المتشابهه، تمام، اللي بتتكرر كتير اللي هي بتاعت الرولز القواعد. دي حاجه حلوه قوي قوي وهتسهل على الطفل بتاعك وتوضح له الامور. ونتقابل في فكره جديده وتركات جديده من تركات التاسيس باذن الله، وانتظرونا.